ملول بدي حلو رمضاني ما بده شغل كتير. ايه روحي، عندك انت كنافة بالفريزر طالعة لوقت ما تحل، بيكون انت كسرت الجوز وحمصته، وبعد ما بتسحب الجوز بيكون انت هي حلت شوي، بتنتفها هيك تنتيف هيك تقطيع، وبتضيف السمنة فوق السمنة اللي حمصت فيها الجوز، وبتحط الكنافة وبتحرك لوقت ما تستوي، بتحط لها سمنة لأن هي بتغب السمنة، وبتحب السمنة هي الكنافة. تم بتحرك لوقت ما تحسها انه استوت، يعني ما تحمصها زيادة. بعدها بتضيف السكر على مراحل، وحسب الرغبة انت بتحب السكر زيادة بتحبها ناقص، حسب الرغبة. وبس بتكون استوت. تحط الجوز على الوش والقرفة على الوش، وصحة وهنا على قلبك. وفي قمر بين غيوم، هي نفسها الكنافة بس موديل تاني. بتحط الكنافة من تحت بالصحن، وبعدين بتحط القشطة بالنص، وبتحط الكنافة من فوق، وبتحط عليها الجوز والمكسرات. اصلا هي جوز. القمر بين غيوم مكسرات بحطوا لها، مثل الفستق الحلبي، الكاجو والجوز. هذا الأهم شيء، إن هي الجوز طيبتها بالجوز. صحة وهنا على قلبك. بتعرفوا هاي الكنافة بتذكرني بأيام لما كنا صغار وكنا ننجمع هيك عم بيت جدو. هلا هيك يعني حسيت هاي الروايح، عرفتوا هاي تبع انه رائحة الذكريات. هلا صراحة كتير ظريفة، ولكن في هيك قرشة، يا اما كان بدها سمنة اكتر، يا اما قليتها زيادة، يا اما نوع الكنافة. هذا لنشوف اخصائي الحلويات شو السبب، يمكن غير نوع كنافة اصلا. بس الطعمة يا سلام. يلا باي.